بقي أن نعلم حركة علامة المد الزائد على الطبيعي. نعم، علامة المد الزائد الطبيعي في القرآن الكريم. طبعا يا أيها الإخوة، أنا أذكركم بين الفينة والأخرى أن الموروث النبوي في كتابة المصحف، واسمعوا مني هذا الكلام وافهموه جيدا، الموروث النبوي في كتابة المصحف الشريف هو جسم الحرف. ما ترونه في المصحف الشريف من كتابة، هذا فيه شيئان: فيه جسم الحرف الذي ترونه، هذا موروث نبوي كتب هكذا بين يدي رسول الله، لكن العرب في ذلك الزمان لم يكونوا ينقطون ولا في فتحة ولا ضمة. كل هذا أحدثه علماؤنا فيما بعد، سواء نقط الحروف وتعرضنا له في الماضي وقد نعيده إن شاء الله، وكذلك أحدثوا الحركات، الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة، ومن جملة ما أحدثوا علامة المد. كل هذه الإضافات، كل هذه الزيادات من أجل أن تساعد قارئ القرآن الكريم على تلاوته التلاوة الصحيحة. فمن جملة ما زاد علماؤنا على خط المصحف وكذلك الخطاطون أن يضعوا علامة تدل على أنه طول صوتك أيها القارئ في هذا المكان. طول صوتك يعني مد. مد فعل أمر من مد يمد، وأنت مد. فكان إذا في هناك حرف بحاجة إلى مد كانوا يكتبون فوقه ميم دال. ميم دال مد فعل أمر، يعني طول صوتك هنا. مع مرور الأيام كلمة مد صاروا لا يكتبون رأس الميم، والدال بدأت يعني يضيع رأسها قليلا، ثم صارت العلامة التي ترونها الآن في المصحف. لو فتحتم أي مصحف وعلى مثلا الفاتحة وانظروا ماذا وضع فوق ألف ولا الضالين، تجدون علامة هكذا كالموجة، تشبه الموجة أو تشبه الموجة الفيزيائية، يعني عبارة عن تحدب وتقعر. فهذه أصلها كلمة مد، هكذا كانت، ثم على يد الخطاطين تطورت إلى أن وصلت إلى هذا الشكل. سأريكم الآن بعض اللوحات المخطوطة التي تبين لكم أصل هذه الكلمة التي زادها العلماء ليبينوا للقارئ أنه طول صوتك هنا. انظروا إلى اللوحة التالية لو سمحتم. نرى على اللوحة علامة المد الزائد على المد الطبيعي. المد الزائد على الطبيعي، إذن قد يكون مد لازم، قد يكون مد متصل، قد يكون مد منفصل، كما سيأتي معنا في الحلقات التاليات بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى اللوحة. اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة، رأيتموها وهي باللون الأحمر فوق الممدود من حروف المد، إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي، وأصلها كلمة مد ميم دال، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى العلامة المذكورة. انظروا الآن ماذا سيحدث في اللوحة. ظهرت كلمة مد باللون الأزرق، وظهرت دائرة زرقاء في اللوحة المخطوطة على اليسار. انظروا إلى اللوحة المخطوطة على يسار اللوحة، هناك دائرة زرقاء فوق كلمة مد. انظروا إلى هذه مخطوطة لقرآن لمصحف قديم، خلق من ماء دافق. انظروا خلق من ماء. انظروا إلى ميم ألف كيف فوقها ميم دال. ميم دال، شايفين؟ هكذا كان يكتب ميم دال كاملة، يعني مد. أو إن شئتم فقولوا مد، إذا اعتبرتوها فعل أمر نقول مد، يعني مد أنت أيها القارئ، أو مد بمعنى هنا مد. نعم. انظروا إلى المرحلة الثانية كيف صارت كلمة مد، هكذا كما نرى الآن باللون الأحمر. بدأ رأس الميم يذهب، وهو ما نلاحظه على الدائرة الحمراء التي ظهرت الآن في اللوحة الثانية المخطوطة على يسار اللوحة، كلمة وما أنزل إليهم. انظروا إلى وما أنزل إليهم، تجدون فوق الألف وما، هذه الإشارة هي ميم دا لكن بدون رأس الميم. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة انظروا ظهرت التي الآن باللون الأخضر، وهي في لوحة المصحف الثالثة التي ظهرت عليها دائرة خضراء الآن من كلمة من دابة، هي العلامة المستعملة الآن. إذا نرى الآن أمامنا ثلاث مراحل مرت فيها كلمة مد
أو مد في تطورها الكتابي على يد الخطاطين. لعل بعضكم كان يسأل نفسه ما هذه العلامة؟ هذه قصة هذه العلامة. نتابع أيضا على اللوحات. انظروا إلى هذه اللوحة المخطوطة التي هي أوضح من السابقة. انظروا إلى كلمة السطر الأسفل: خلق من ماء دافق يخرج من، هكذا الذي نراه أمامنا. انظروا إلى كلمة ماء، كيف أنهم وضعوا كلمة ميم دال فوق ماء. انظروا الآن ماذا سيحدث. كبرناها لكم هكذا لتروا بوضوح كلمة مد. هكذا كان الأمر. الآن نرى أيضا توضيح آخر للوحة. هكذا كانت في بداية الأمر، ثم أصبحت كما نرى الآن بدون رأس الميم، ثم أصبحت كما نرى الآن العلامة المستعملة في مصاحفنا اليوم. هكذا تطورت دلالة هذا الحرف. هذا ما يتعلق بعلامة المد الزائد في القرآن الكريم. إذن بحثنا اليوم سهل جدا، عبارة عن المد اللازم، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي. كلمتين، ما في كلام كثير. أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي. إن رأيتم ذلك في المصحف، سواء كان هذا الساكن ساكن وفقط وهو كلمة الآن، أو الحروف المقطعة مثل صاد نون قاف، كل هذه الحروف المقطعة نمدها بمقدار 6 حركات. وإن كان مشددا كذلك، مثل الطامة الصاخة أتحاجوني وما شابهها من كلمات في القرآن الكريم.